السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميري. جيتكم اليوم بوصفة جديدة واللي هي بسبوسة رائعة بحجم عائلي، خفيفة وسهلة التحضير بمقادير جد اقتصادية ومضبوطة. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. نبدأ على بركة الله بتحضير الشربات. عندنا كأسين سكر عادي، الكاس اللي قسنا بيه بتاع 220 مليلتر، و4 كؤوس ماء، وشريحة ليمون. نحرك السكر مليح ونحط الكسرونة على نار متوسطة كي يبدأ الماء يغلي. نحسب 12 دقيقة ونطفي عليها. الآن نمر لكيفية تحضير البسبوسة. عندنا 3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، عندنا نصف كاس سكر عادي، الكاس اللي قسنا به تاع 250 مليلتر، عندنا رشة ليمون، عندنا رشة ملح، عندنا ملعقة كبيرة مبشور الليمون، عندنا ملعقة صغيرة فانيلا. نخلط المقادير مليح بالباتر حتى يذوب السكر ويتضاعف حجم الخليط واللون كما تشوفوا يميل للبياض. نضيفو كاس غير ربع زيت وكاس غير ربع حليب يكون دافئ، ونزيد نخلط مليح. نطلعو الخليط تاعنا مليح باه تجينا البسبوسة خفيفة. نضيفو كاس ونص سميد متوسط، ملعقتين كبار نواة كوكو، وملعقتين كبار فرينة. نخلط بالخلاط اليدوي، خلط مليح. هاو القوام تاعها كيفاه يكون. كان شفتوها جارية زيدولها مغرف فرينة لأنه النوعية تاع السميد تختلف. نزيدو كيميائي 20 غرام. نخلطو الخليط، خليوه يرتاح لمدة 5 دقائق. ندهن الصينية بالزيت وننطر فوقها كمية من السميد باه ما تلصقناش البسبوسة. في الوقت هذا نكونوا ديجا شعلنا الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية من التحت. كي نشوفوها حمارت الجوانب نزيد نشعللها من الفوق. كي تحمر البسبوسة نحيوها. هاي البسبوسة تاعنا بعد ما وجدت وهي سخونة نحطو فوقها الشربات باردة. من الضروري البسبوسة سخونة والشربات باردة. بعد ما شربت البسبوسة ندهنوها بالمعجون. أنا استعملت معجون البرقوق أو العين بقرة اللي كنت حضرته معاكم من قبل. رابط وصفة المعجون البرقوق أو العين بقرة تلقاوه في وصف الفيديو. نوع المعجون اختياري، تزيين أيضا اختياري. أنا استعملت كاوكاو مرحي ونواة كوكو. نورمالمون ما نقسموهاش وهي سخونة باه تشرب الشربات مليح، لكن أنا حنقسمها معاكم باه تشوفوا النتيجة. كيما راكم تشوفوا حبيباتي بسبوسة خفيفة وهشيشة ما شاء الله. جربوها، خليونا آراءكم في التعليقات. دمتم أوفياء للقناة ومع السلامة.